السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ طيب دي تاني حصة من حصص حل مذكرة التوجيه بتاعة الشرقية. حليت معاكم الحصة اللي فاتت مذكرة التوجيه او النموذج الاول من مذكرة التوجيه بتاع الجبر. النهاردة جاي احل معاكم النموذج الاول هندسة. طيب تابعونا عشان بإذن الله هنحل التسعة جبر والتسعة هندسة كل يوم بإذن الله، ربنا يقدرنا وننزل لكم فيديو جديد. طيب يلا بسم الله. النموذج الاول هسيب لكم اخر الفيديو قائمة التشغيل بتاعة النماذج كلها، عايز ترجع لأي نموذج هتلاقيه بإذن الله. طيب يلا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النموذج الأول فيه أفكار جميلة جدا. أول سؤال بيقول لي الزاوية المركزية بتساوي نقط قياس الزاوية المحيطية المشتركة معاها في نفس القوس. كلنا عارفين إن الزاوية المركزية بتساوي إيه؟ المركزية بتساوي إيه؟ مركزية مس ضعف الإيه؟ المحيطية. طب لو قلت إن المحيطية لو بدأت بيها هقولك ان المحيطية نص المركزية. طب بس المركزية هي ايه؟ المركزية هي الضعف. ماشي اللي بعده. ميم دائرة طول نصف قطرها، لا في سؤال قبله. تمام. معين طول قطرها 6 و8 فإن محيطه. نركز كده، ده تراكمي، ركز معايا كده. طيب عشان اجيب المحيط انا عارف ان محيط المعين زي محيط المربع، يعني طول الضلع محيط المعين، طول الضلع في كام؟ في 4. تمام. تمام. لو معايا طول الضلع اقدر اجيب المحيط، انت معاك طول الضلع لا. طيب نفتكر المعين سوا. ده كان شكل المعين، ده قطر وده القطر التاني، كان في واحد اكبر من التاني صح كده. طيب احنا اخدين يا سنة تالتة ان المعين اقطاره متعامدة وكمان ينصف كل منهم الاخر. هو الراجل قال لي ان قطرها 6 و8 صح كده، فاقدر اقول ان في منهم قطر ب6 والقطر التاني ب8. يعني برضو اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول في واحد 6 والتاني 8. يعني لو هقول مثلا ده 6 يبقى ده 3 وده 3، لو ده 8 يبقى ده 4 وده 4. اصغره لكم اهو. خدت بقى مثلث انا من ده كده اهو، حطيته هنا. ده الاربعة بتاعي اهو، وده التلاتة بتاعي. من فيثاغورس هنجيب ده صح ولا ايه؟ مثلث قائم، عايزه الوتر، هيطلع معايا الوتر بكام؟ ب5. طب مين الوتر ده؟ طب ما هو الوتر بتاعك اللي ب5 اللي انت جبته ده هو احد اضلع المعين. خلاص المعين طول ضلعه بكام؟ ب5، يبقى انا عايزه محيطه 4 في 5 ب20. سؤال جميل جدا، وركز في اسئله التراكم. السؤال اللي بعده بيقول لي ميم دائره طول نصف قطرها نق ألف تقع في مستواها حيث ميم ألف ده البعد بين ايه؟ بين المركز والنقطة. عبارة عن ايه؟ ميم ألف بيساوي 3/4 نق. سؤال بقى، هل الألف ده يقع خارج الدايرة ولا داخل الدايرة ولا على الدايرة؟ والله لو على الدائرة فلازم يكون البعد بيساوي، ركز في الكلام، بيساوي نق. طيب لو بره الدايرة لازم يكون ميم ألف البعد أكبر من نق. طب لو جوه الدايرة لازم يكون ميم ألف البعد أقل من نق. طيب ميم ألف لو قالك ميم ألف 3/4 دايرة، مش معنى الكلام إن ميم ألف كده أقل من من نصف القطر؟ طب لو ميم ألف أقل من نصف القطر يبقى الدائرة دي مالها، أو ألف دي تقع ايه؟ تقع داخل الدائرة. دي الدائرة مش الزاوية، الدائرة. السؤال اللي بعده واللي في الشكل المقابل ده المنتصف ألف باء وقياس زاوية ألف ميم باء ب60. ألف ميم باء ب60، وعايز أثبت إن ده المنتصف ميم هاء. دي أثبت إنها منتصف ميم هاء. طب ركز معايا كده. طيب مش أنا هنا أقدر أقول مش ميم دال أو ميم هاء كله مر بالمركز؟ ده أنا بقول ميم فأكيد مر بالمركز وكمان نزل نصف. أنا عارفة إن لو مر بالمركز ونصف ينزل عمودي، لازم التلاتة مع بعض. لو مر بمركز ونصف ينزل عمودي، لو نزل عمودي ومر بالمركز هينصف، لو مر بالمركز ونزل عمودي هينصف. طب لو نزل عمودي ونصف يبقى كان مر بالمركز، يبقى التلاتة بيكملوا بعض. طب هنا هنا ركز في الكلام كده. هنا هو ايه؟ هو مر بالمركز ونزل نصف. هو بيقول لي ان الف د بيساوي د باء، اذا اقدر اقول له بما ان ميم الف د بيساوي د باء. حلو. اذا ايه؟ ميم د عمودي على مين؟ ميم د عمودي على الالف باء، ده عمودي على ده، وهنا في زاوية عندي ب90. ماشي. طيب الزاوية دي ب90 والزاوية دي ب60، يبقى الزاوية دي بكام؟
ب30 فيثاغورس. طيب مجموع الزوايا عادي. طيب اقول له كده من المثلث اللي اسمه ايه، المثلث بتاعك اسمه ألف ميم د، المثلث اللي هو ده. انت عندك مجموع قياسات زوايا اي مثلث بتساوي كام؟ 180. فانا اقدر اقول له، نكمل هنا احسن، اقدر اقول له ان قياس زاوية ميم الف د هتساوي 180 ناقص ده 90 والتاني 60، يطلع معاك بكام؟ 30. اذا الزاوية دي ب30. طيب انت عندك مثلث 30 60، مش عندك زاوية ب30 والتانية ب60؟ حلو. كنا اخدنا قاعدة بتقول في المثلث ال30 60 ان الضلع المقابل للزاوية 30 ايه؟ نص الوتر. يعني انا من هنا اقدر اقول له يا مس ايه، انا اقدر اقول له ان بما ان ده ان القياس زاوية، بما ان قياس زاوية ميم الف د بتساوي 30. حلو. اذا فين الضلع اللي قصاده؟ الضلع اسمه ايه؟ ميم د. اذا ميم د يساوي نص مين؟ نص الوتر بتاعك. فين الوتر؟ اللي هو بتاع المثلث اللي هو اسمه ألف ميم، وسمي دي 1. طيب يبقى انا قلت ان ميم د نص ألف د ألف ميم. مش انا عارفة ان ميم ألف وميم هاء انصاف اكتر؟ بما ان ميم ألف بيساوي ميم هاء، ليه يا عم الحاج؟ انصاف اكتر. مش طالما ده بيساوي ده اقدر اشيل بقى، بدل ما اقولك ايه، بدل ما اقولك انت عندك ميم د بيساوي نص ميم الف، انا اقدر اقولك ان ميم د بيساوي نص ايه؟ ما هي ميم الف بتساوي ميم هاء، فانا اقدر اقولك ده سمي 2 من 1 و2. اقدر اقولك ان ميم د بيساوي نص ميم د بيساوي نص مين؟ ميم هاء. حلو. وده المطلوب اثبات اصلا، بما ان ده بيساوي نصه اذا د منتصف او منصف د ميم هاء. صعب الكلام؟ لا سهل جدا. طيب تعالى على اللي بعده. هنا بيقول لي الزاويتين المتقابلتين في الشكل الرباعي الدائري. الشكل الرباعي الدائري كل زاويتين متقابلتين مالهم؟ متكاملتين مجموعهم ب180. صح؟ طيب اللي بعده. طيب نكمل. السؤال اللي بعده بيقول لي ميم ونون دائرتين متمثلتين من الخارج، طول نصف قطريهما 2 و4. انا عارف ان الدائرتين المتمثلتين من الخارج يبقى شكلهم ازاي؟ دي اهي والتانية كده. وانا عارف ان انا لو الدايرة دي لو عايزة اجيب لهم ميم نون اللي هو مين؟ البعد من المركزين بيساوي ايه؟ بيساوي المجموع عشان متمثلتين من الخارج. طب لو من الداخل كان بيساوي الفرق. طيب هنا متمثلتين من الخارج يبقى هيساوي المجموع. يعني انا عايزة اقول ميم نون بيساوي كام وكام؟ هو قال لي النق ب2 والتانية ب4، يعني اقدر اقول ميم نون بكام؟ 2 و4، ميم نون ب6. نكمل. فان مساحة الدائرة، ركز، مساحة الدائرة اللي نصف قطرها ميم نون. يعني بعد ما حضرتك جبت ميم نون انا عندي دائرة القطر بتاعها بيساوي ميم نون. حلو. او لا نصف القطر بتاعها ميم نون. انا عايز مساحتها. انا عارف مساحة الدائرة بتقول ايه؟ مساحة الدائرة باي نق تربيع. طيب انا هسيب باي زي ما هي عشان هو عايز بدلالة الباي، فانا اقول النق بكام عندي؟ 6 تربيع 36، وسيب الباي زي ما هي. صعبة دي. السؤال اللي بعده سؤال مباشر جدا. بيقول لي لا يمكن رسم دائرة تمر بروس طبعا معين. احنا عارفين ان كلنا نقدر نرسم دائرة تمر بروس ايه؟ مثلث، وينفع كمان مستطيل، وينفع مربع. مين ما ينفعش؟ المعين. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ده المنتصف باء ج والف هاء مماس، وقياس زاوية الف ب40. حلو. عايز قياس زاوية ايه؟ هاء ميم د. هاء الزاوية دي. طيب ركز كده معايا. مش انا اقدر اقول له ان الف هاء ده، مش هو قال ان هو مماس؟ وانا عارفه ان ميم هاء نصف قطر. انا عارف ان المماس ونصف القطر ايه؟ النصف قطر عمودي على المماس. طب تعالي الناحيه التانية. مش ميم ده يمر بالمركز وكمان نازل ينصف؟ طالما مر بالمركز ونزل نصف يبقى ينزل ايه؟ عمودي. خلاص. دي 90 دي 90 دي 40. انا عارفه ان الشكل كله بكام؟ 360. هقول له 360 ناقص 90 و90 و40. طيب نكتبها ازاي بقى برهان؟ ركز معايا كده. هقول له الناحيه التانية احسن. هقول له ايه؟ ركز معايا كده. هقول له بما ان ايه؟ الف هاء مماس للدائرة.
حلو، طالما مماس اذا ميم هاء نصف القطر عمودي على مين؟ على ألف هاء على المماس. طيب يعني اقدر اقول له قياس ايه؟ اذا قياس زاوية ألف هاء ميم بكام؟ ب90. تمام. طيب نفس الكلام بقى بس على الناحية التانية، مش ميم دال ده بيمر من المركز وكمال نزل نصف، اقدر اقول بما ان ايه؟ ميم دال منصف لباء جيم نصف، اذا ميم دال عمودي على مين؟ باء جيم. وبرضه نفس الكلام، اذا قياس زاوية ألف دال ميم هتساوي 90. خلاص، دي 90 وبنت عمها ب90، اذا مجموع قياسات الشكل الرباعي 360. اقدر اقول له ان قياس زاوية هاء ميم دال اللي انت طالبها يا استاذ هتساوي كام؟ 360 ناقص هنا 90 والتانية 90 والتالتة 40، هتساوي معاك كام؟ هتساوي معاك تساوي كام؟ 140. حلو كده، ماشي. اذا دي بكام؟ دي ب140. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي قياس زاوية الخماس المنتظم. سؤال تراكمي، بيقول لي قياس زاوية رأس الخماس المنتظم. انا عارف ان كان الخماس المنتظم اي شكل منتظم كان ليه قانون، او اي شكل اصلا كان عندي قانونين: مجموع الزوايا الداخلة لأي شكل في الدنيا كان بيقول ايه؟ ن ناقص 2 في 180. ده عشان اجيب مجموع الزوايا لأي شكل. طيب لو كنت عايزة اجيب، لو عندي شكل منتظم وعايزة اجيب الزاوية الواحدة بكام، كنت بقول له ايه؟ ن ناقص 2 على ن في 180. فاكر؟ اهي ن ناقص 2 في 180 على ن، يعني اللي يطلع هقسمه على عدد الأضلاع. مين ن؟ الأضلاع. طيب الراجل هنا بيقول لي ان الشكل ايه؟ خماسي، يعني اقدر اقول له 5 ناقص 2 في 180 على الخمسة يطلع معايا 180. بالآلة الحاسبة يطلع معايا الزاوية دي بكام؟ ب180. تراكمي برضو. طيب اللي بعده بيقول لي ألف باء ج مثلث قائم الزاوية. ماشي، مثلث قائم الزاوية حيث ألف باء ب6 باء ج ب8. نرسم المثلث كده عشان نفهم بس. يلا، ادي المثلث. قال لي قائم الزاوية في باء، هذا ألف باء ج. ألف باء بكام؟ ب6، باء ج بكام؟ 8. طيب ركز بقى فإن طول القطر الدايرة اللي مر برؤوس المثلث. يعني انا عايزه اقول لك ان المثلث ده جوه دايره، يعني اللي عاوزه اكمله، نيجي مثلا نكمله اهو، نعتبره جوه دايره. طبعا الدايره معوقه شويه بس كده يعني. فدايما انا عارف طالما ده مثلث قائم، فمركز الدايره ده المركز بتاع الدايره دايما في نص الوتر بتاع المثلث. وعلى فكره انا عارف ان الزاويه قائمه، فانا عارف ان الزاويه القائمه، الزاويه المحيطيه القائمه مرسومه في ايه؟ في نص دايره، بتبقى مرسومه على ايه؟ على الوتر. فانا عارف برضو ان هو بيقول لي طول قطر الدايره، قطر الدايره اللي هو مين؟ اللي هو وتر المثلث. مين فيثاغورس؟ ده 6 ده 8. اقدر اقول له ان قياس ا ج هيساوي جذر تربيعي 6 تربيع زائد 8 تربيع، يطلع معاك بكام؟ يطلع معاك الضلع ده بكام؟ ب10 سنتي. طيب اللي بعده بيقول لي ماشي، بيقول لي ألف باء ج مثلث متساوي الأضلاع. عايز قياس القوس اللي اسمه ألف باء. قياس القوس اللي اسمه ايه؟ ألف باء. ماشي، علشان اعرف اجيب قياس القوس محتاجه اركز. هو مش ده مثلث متساوي الاضلاع جوه دايره؟ ادي الدايره، ادي المثلث اهو والدايره. هو قال لي متساوي الاضلاع، يعني ده 60 60 60 صح؟ طيب مش انا لو عايزه اجيب القوس ده كده اهو، دي زاويه مركز محيطيه. المحيطيه بتساوي ايه؟ نص القوس، يعني القوس ده كله كام؟ 120. نفس الكلام ده 120، نفس الكلام هنا 120. هو عايز ايه؟ قياس القوس اللي اسمه ألف باء. طب ما ده اسمه ألف باء ج. خلاص، ألف باء القوس بتاعه بكام؟ ب120 درجة. جبتها ازاي؟ ما انا عارف المثلث كله بكام؟ 60 60 60. خلاص، ودي زاوية زاوية محيطية،
وده القوس بتاعها، الزاوية المحيطية نص القوس، الزاوية ب60 يبقى القوس ب120. تمام، أسئلة اختر خلصت. ندخل بقى في شوية أسئلة جميلة بصراحة. بيقول لي ميم دائرة، ميم س عمودي على ميم س عمودي على ألف ب، وميم صاد عمودي على ألف ج، وبقول لي إن قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج. عايز اثبت إن ميم س ده بيساوي ميم صاد. ركز كده بعد إذنك. هو مش انت عارف وكلنا عارفين ان طالما عندي الاوتار متساوية اذا الابعاد متساوية؟ انا اخدت قانون بيقول ايه؟ ان لو انا عندي الوتر بيساوي وتر اذا البعد بيساوي بعد، صح ولا ايه؟ فلو قدرت اثبت ان الف ب بيساوي الف ج خلاص اذا ميم س بيساوي ميم ص. مسألة مباشرة جدا. طيب اثبتها ازاي يا عم الحاج؟ مش انت قايل لي ان زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج، صح؟ بما ان زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج اقدر اقول له بما ان قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج اذا المثلث ده متساوي الساقين، صح ولا ايه؟ اذا الف ب بيساوي الف ج. ركز بعد اذنك. حلو، اذا الف ب بيساوي الف ج. لازم اقول له بقى عشان اعرفه ان م س ده بعد. طب اعرف منين انه بعد؟ طالما هو قايل لي انه عمود يبقى ده بعد. طيب هقول له ايه؟ بما ان م س عمودي على الف ب و م صاد عمودي على الف ج، بما ان ده عمودي على ده وده عمودي على ده اذا خلاص ده واحد وده اتنين. طالما الاوتار متساوية وده ده البعد بتاعي وده البعد بتاعي، بما ان الاوتار متساوية اذا الايه؟ اذا الابعاد متساوية. اذا اقول له م س هيساوي م صاد وهو المطلوب اثباته. ماشي، اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل انت ده الهاء ممسية عند ألف، قياس زاوية باء ب50، عايز قياس زاوية د ألف ج. د ألف ج الزاوية دي، ركز كده. ايه رأيك في زاوية باء؟ جميلة. زاوية ايه؟ زاوية باء دي زاوية ايه؟ والله زاوية باء يا مس دي زاوية مركزية ولا محيطية؟ طبعا محيطية. زاوية باء زاوية ايه؟ محيطية. طيب ركز كده بعد اذنك. مش انا باء محيطية، فين القوس بتاعها؟ القوس بتاعها اللي اسمه ألف ج. طيب مش انت عندك زاوية مماثلة مشتركة معاها في نفس القوس؟ هتقولي فين؟ هقولك اهي ج ألف هاء. الزاوية دي مش الزاوية دي زاوية مماثلة مشتركة مع المحيطية في نفس القوس؟ هتقولي اه، وانا عارف ان المماثلة بتساوي مين؟ بتساوي المحيطية. بما ان دي 50 اذا اختي دي كام؟ ب50. خلاص دي 50 وده طبعا قطعة مستقيمة، ده 50 هقول له 180 ناقص 50 يعني عمك ده ب130. نقول ايه بقى؟ بص معايا كده. هقول هقول له قياس زاوية باء او اللي اسمها ألف باء ج هتساوي قياس زاوية جيم ألف هاء. ليه يا عم الحاج؟ محيطية ومماسية مشتركتان في القوس اللي اسمه ايه؟ القوس اللي اسمه ألف جيم. خلاص بما ان دي بتساوي دي اذا قياس زاوية جيم ألف هاء، اذا قياس زاوية جيم ألف هاء هتساوي كام؟ هتساوي 50. خلاص بما ان دي 50 اقدر اقوله ان كام؟ اقدر اقوله ان د وألف وهاء على استقامة واحد، عشان بس اقوله ان انا هقول 180 ناقص. اذا القياس الزاوية اللي انت عايزها اللي اسمها د ألف ج هتساوي 180 ناقص 50 تطلع معايا ب130 درجة وهو المطلوب. صعبة دي؟ طيب تعال على السؤال اللي بعده. يبقى احنا قلنا دي بكام؟ دي ب130 درجة. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عندك قياس القوس اللي اسمه ألف ب بيساوي قياس القوس اللي اسمه ألف د، وعندك قياس زاوية ج ب70. عايز قياس زاوية ألف ب د. ألف ب د الزاوية دي ألف ب د دي، شايفينها؟ طيب ركز معايا كده. هي ايه رأيك في الزاوية دي؟ هو الشكل اللي اسمه ألف ب ج ده شكل ايه؟ شكل رباع دائري. هتقولي يا مس ما قاليش. اقولك ركز، هو لازم يقولك. مش انت شايف ان كل زواياه على الدايرة ولا ايه؟ كل رؤوسه على الدايرة، يبقى ده شكل رباع دائري. طب انا اقدر استفيد من خصائصه؟ اه اقدر اقول ايه؟ مش الزاوية دي ب70
وانا عارف ان كل زاويتين متقابلتين مالهم متكاملتين. طالما دي 70 يبقى اللي في وشها اللي زاوية أ دي بتساوي كام؟ 180 ناقص 70 هتساوي معايا 110. تمام. وبعدين يا مس اقدر اقول له مش هو ايه اللي ان أ ب بيساوي أ د اللي هو القوس بيساوي القوس؟ انا خدت معلومة مهمة جدا، بيقول لي ايه؟ ان لو القوس بيساوي القوس اقدر اقول ايه بيساوي ايه. لو قوس بيساوي قوس اذا الوتر بيساوي وتر. يعني اقدر اقول له ان الوتر اللي اسمه أ ب بيساوي أ د. وبما ان أ ب بيساوي أ د اذا ده مثلث متساوي الساقين، اذا الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. صح ولا ايه؟ ده حل على فكرة. وفي حل تاني بيقول ايه؟ مش الزاوية دي ب70 اذا القوس اللي اسمه باء ده كله بكام؟ ضعفه. ما ده زاوية محيطية وده القوس، فالقوس قد المحيطية مرتين. صح. طيب يعني انا هقول ايه؟ اقدر اقول ان القوس كله ب140. طالما 140 يبقى ده ياخد 70 وده ياخد 70. صح. طيب مش انت عايز الزاوية اللي اسمها أ ب د؟ طب ما دي زاوية محيطية والقوس اللي في وشها ب70. خلاص الزاوية المحيطية نص القوس، يعني الزاوية دي بكام؟ تطلع معايا ب35 درجة. ده حل برضه. يبقى ممكن تحل زي ما حلينا الاول، ان انا هقول ان القوس بيساوي القوس اذا الوتر بيساوي الوتر اذا الزوايا متساويه، او باللي انا حليناه. وده هيوصل وده هيوصل. طيب نقول له ايه؟ انا هقول له انت عندك في المثلث او في الشكل اللي عندك، اقول له بما ان الشكل أ ب ج د، ولا نشتغل هنا احسن. هقول له كده، هقول له ايه؟ هقول له الشكل أ ب ج د رباعي دائري. وبعدين اذا قياس زاوية ب أ د، الزاوية تطلع معايا بكام؟ 180 ناقص 70 تطلع معايا 110. ممكن ما اجيبهاش، ممكن بقى اكمل يعني بلاش الخطوة دي واكمل زي ما قلنا بقى تاني مرة، اللي هي ايه؟ بما ان الزاوية اللي اسمها د ج اي، بما ان قياس زاوية ب ج د بتساوي 70. تمام. اذا قياس القوس اللي اسمه ايه؟ ب أ د، القوس ده كده بيساوي كام؟ 70 في 2، ما هو ضعف المحيطية. حلو، يطلع معايا بكام؟ 140 درجة. طيب القوس كله ب140، مش هو قال لي بما ان أ ب او قياس القوس اللي اسمه أ ب هو مديهولي معطى بيساوي قياس القوس اللي اسمه أ د؟ صح. القوس بيساوي القوس، اذا كل واحد منه هيساوي كام؟ 140 على الاتنين، يعني كل واحد ب70 درجة. طيب مش الزاوية اللي انت عايزها قياس زاوية أ ب د هتساوي ايه؟ هتساوي نص الزاوية، نص القوس هتساوي 35. ليه؟ عشان القوس اللي عندي بما ان قياس، اكتب هنا، كنت مكتوبة اكتب خطوة هنا بس نسيناها. اقول له ان بما ان قياس القوس اللي هو اسمه أ د بيساوي 70، اذا قياس الزاوية اللي انت عايزها ب35. ليه؟ عشان زاوية محيطية مشتركة في القوس اللي اسمه أ د، أو تحصر القوس اللي اسمه أ د. إذا الزاوية ب35 على طول. عايز تحل كده ماشي، عايز تحل زي ما احنا في الأول مفيش مشكلة. طيب اللي بعده نكمل بقى سؤالين جمال جدا. بيقول لي أول سؤال اثبت إن الشكل اللي اسمه أ ب ج د ده رباعي دائري. علشان اثبت ان رباعي دائري محتاجه اثبت مثلا لو قدرت اثبت ان كل زاويتين متقابلتين متكاملتين يبقى انا وصلت. والرسمه دي حلها كده، حلها ايه يا مس؟ ان انا اقدر اثبت ان كل زاويتين متقابلتين متكاملتين. ازاي؟ اوريك. مش انا اقدر اقول، مش انت تقدر تقول ان انت عندك المثلث اللي اسمه ايه؟ في المثلث اللي اسمه ايه؟ ب د ج. المثلث ده مش انت معاك زاوية ب ب60 وده ب50؟ قياس زاوية ج بكام؟ قياس زاوية ج هتساوي 180 ناقص 60 زائد 50. اذا الزاوية عندك بكام؟ تطلع ب70 درجة. الزاوية ب70. تمام. طيب الزاوية ب70، طب ما هي مش قياس زاوية ج، بما ان قياس زاوية ج بزائد قياس زاوية ايه؟ ألف بتساوي 180، مالهم؟ زاويتين متكاملتين. طب ايه علاقة ج بألف؟ طب ما هي ج في وش ألف، زاويتين
متقابلتان متكاملتان. على طول إذن الشكل اللي اسمه ألف باء جيم دال رباعي دال. مسألة جميلة وخفيفة جدا ومباشرة. نيجي بقى على المسألة الجميلة جدا اللي بعدها. صلي على النبي كده يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نختم بمسألة جميلة جدا. الراجل بيقول لي الشكل اللي قدامك ده ألف باء قطر، شايف فين ألف باء؟ ماشي. باء دال مماس، شايف فين باء دال؟ ماشي. بيقول لي اثبت ان الشكل اللي اسمه جيم دال هاء واو رباعي دال. يعني الشكل ده كده رباعي دال. ركز، لو خدت بالك انت هنا لازم هتعمل عمل. طيب في حل، انا هحل بالحل الاسهل. في حلول كتير جدا، بس احنا دايما هنحل بالايه؟ بالاسهل. طيب مش انا اقدر اقول له ان انت هنا انا هعمل لك عمل، انا هرسم ايه؟ انا هرسم مماس وليكن اسمه الف، نقول مثلا رمز مش هنا الف س مثلا. انا هعمل مماس الف س. ليه عملت مماس اسمه الف س؟ اصلا انا لما اعمل مماس انا عارف ان المماس، يبقى انا عملت ايه؟ رسمت مماس. طيب انا عارف ان المماس اللي عندي اللي اسمه الف س عمودي على نصف القطر. اي مماس عمودي على نصف القطر. طب تعالي الناحيه التانية، مش انت عارف المماس اللي هو مديهولك ده نفس الكلام عمودي على نصف القطر؟ حلو. احنا عشان نعرف نثبت ان الشكل اللي اسمه هاء واو جيم دال رباعي دائري عندي 3 حاجات. يا اما اثبت ان في زاويتين متقابلتين متكاملتين، او فاكرين الرسمه اللي هي كانت كده، نثبت ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي مشتركين في نفس الضلع، وهنا ما عنديش. او اثبت ان انا عندي زاويه خارجه بتساوي المقابله للمجاوره، وده اللي انا هشتغل بيه. هقدر اثبت ان عندي زاويه خارجه بتساوي المقابله للمجاوره. ركز بقى معايا وصلي على النبي كده. طيب بسم الله. مش انت عندك الزاويه اللي اسمها الف س الف هاء دي، الزاويه اللي هي دي الصغيره دي زاويه ايه؟ هتقولي زاويه مماثيه. حلو. القوس بتاعها ميم، هتقولي الف هاء. مش انت عندك زاويه تانية بتساويها؟ هتقولي اه يا مس انت عندك زاويه هاء واو الف، دي زاويه محيطيه مشتركه معاها في نفس القوس. وليكن انا هسمي دي زاويه واحد واسمي دي زاويه اتنين. فاحنا قلنا ان واحد ساوت اتنين ليه؟ دي زاويه مماثيه ودي زاويه محيطيه مشتركتين في نفس القوس. حلو كلام محترم. ركز معايا. مش انا عارف ان عندي لو انا عندي مماس او مماسين، لو انا عندي دائره وفي هنا مماس وفي هنا مماس، فالمماسين دول مالهم؟ متوازيين. يعني انت عايزه تقولي ان المماس اللي اسمه الف س يوازي المماس اللي اسمه باء دال؟ اقول لك اه. طيب مش انا اخدت طيب يبقى احنا قلنا ايه؟ قلنا ان المماس اللي اسمه الف س هيوازي المماس اللي اسمه باء دال. حلو. طالما انا عندي توازي زي ما قلنا عندي 3 حاجات. يا اما عندي حرف زد فعندي تبادل، يا اما عندي حرف يو فعندي تداخل، يا اما عندي حرف اف فعندي تناظر. طب انا هنا عندي ايه؟ انا هنا اقدر اقول ان قياس زاويه واحد اللي انا لسه قايله عليها دي هتساوي قياس زاويه مين؟ وليكن هقول لك دي 3. ليه بالتوادل. اهي حرف زد اهو. يبقى واحد هتساوي 3، واحنا لسه قايلين من شويه ان واحد بتساوي 2. مش معنى الكلام طالما واحد بتساوي 3 واتنين بتساوي واحد اذا 2 و3 مالهم متساويين. كبر كده وركز. ها، مش 2 و3، 2 دي زاويه خارجه من الشكل الرباعي. طب و3 دي زاويه، الزاويه المقابله للمجاوره. يعني انا هنا قدرت اثبت ان الزاويه الخارجه بتساوي ايه؟ بتساوي المقابله للمجاوره. تمرين جميل. يلا نشوف هنكتب ازاي البرهان. بسم الله. اول حاجه ايه؟ اول حاجه هقول له بعمل العمل اللي اسمه ايه؟ الف س مماس عند الف. طيب وارجع اقول له ايه؟ بما ان الف س ده ايه؟ ده مماس. حلو. اذا قياس، او اذا على طول بدل ما اقول قياس اذا السين الالف س عمودي على الالف ب نصف القطر. طيب وبعدين؟ طيب ركز معايا. هقدر اقول له ان قياس زاوية س الف هاء اللي انا مسميها بواحد هتساوي قياس زاوية الف واو هاء اللي انا مسميها 2. ليه دي واحد هتساوي 2؟ زاوية
محيطية ومماسية مشتركتان في القوس اللي اسمه ايه؟ ألف هاء. حلو. اذا الزاوية دي بتساوي الزاوية دي علشان دول مشتركتين في القوس اللي اسمه ألف هاء، سميها واحد. طيب يبقى انا زاوية واحد بتساوي 2. يلا هقول له ايه؟ بما ان ألف س و ب د مماسات للدائرة، إذا ألف س يوازي ب د. صح ولا ايه؟ طيب بما ان في توازي فاقدر اقول له انه قياس زاوية س ألف هاء اللي احنا مسمينها بواحد بتساوي قياس زاوية مين؟ بركز، هاء د ج. هاء د ج اللي احنا مسمينها ايه؟ اللي احنا مسمينها 3. واحد بتساوي 3. ليه بقى؟ انا عايزه اقول له دي بتساوي دي ليه؟ بالتبادل. طيب بما ان واحد بتساوي 2 وواحد بتساوي 3، اقول له كده من 1 و2 ينتج ان ايه؟ قياس زاوية مين دي؟ ألف واو هاء هتساوي قياس زاوية هاء د ج اللي هي 2 هتساوي 3. حلو كده. طيب طب ايه علاقة 2 ب3 اصلا؟ في الشكل اللي هو عايزه ان انا اثبت ان هو رباعي دائري اللي هو اسمه ج د هاء واو، زاوية قياس زاوية ألف واو هاء زاوية خارج بتساوي قياس زاوية هاء د ج الزاوية المقابلة للمجاور. إذا الشكل اللي اسمه ايه بقى؟ ج د هاء واو رباعي دائري. تمرين محترم، فكرته جميلة، مهم جدا نركز فيه. لو ما فهمتش عيد الفيديو من الاول تاني وركز في السؤال. انتظرونا في الفيديوهات التانية بإذن الله. بكرة كل يوم ان شاء الله هننزل لكم حل نموذج ان كان جبر او هندسة. مع السلامة.